تخيل معايا دلوقتي لو انت بتتعشى عند خطيبتك وسمعت ان حماك بيشتمك عشان بتاكل عندهم، رد فعلك وقتها هيبقى ايه؟ كنت عند خطيبتي وبتعشى عندهم، فابوها رجع من بره ولما لقاني موجود سمعته بيقول هو كل يوم هيجي يتعشى عندنا، هو فاكرها تكيه ولا ايه؟ بعدها قمت مشيت وعايز افك الخطوبه واخد الذهب بتاعي عشان مش انا اللي يتقال عليا كده. هو واضح ان انت عندك دم جدا لدرجه انك ما قبلتش الكلمه على نفسك. لا بس انا عايز اسالك سؤال بس، هو انت خاطب ابو مازن السوري ولا ايه بالظبط؟ ايه هذه التناحه والكلاحه والاتامه اللي انت فيها دي؟ يعني ايه كل يوم بتروح تتعشى عندهم وانت ما عندكش اكل في البيت رايح تتعشى عند خطيبتك كل يوم؟ وهو بصراحه راجل ليه حق. بعدين انت طول ما انت اكيل قوي كده خد معاك اكل وروح لخطيبتك، كلوا انتوا الاثنين فكك من حماها وحماتك واخواتها والدنيا دي، كلوا مع بعض هات لها انت اكل. لكن ايه فكره انك كل يوم تروح تتعشى واكيد في ايام مثلا زي يوم الجمعه اجازه عشان تلحق بقى الفطار والغدا والعشاء واكيد طبعا تحليه. يعني بجد كتر خير ابوها. وبعدين اقول لك على حوار، كلمهم في حوار فك الخطوبه هيدوا لك الذهب ما تقلقش. انا وقت تفتكر هيقولوا ان انت اللي عايز تفك فمش هيدوا لك الذهب، لا لا لا، هو اصلا ابوها مستنيك تقول الكلمه دي. وانا بصراحه مش عارف ابوها ازاي سكت عليك كل ده. بعد الرساله دي انا بدات اشك ان انت واحد من اصحابي، يعني لان الكلاحه دي هي بالظبط اللي عند اصحابي، او انت تعرف حد منهم، او انا شاكك فيك اصلا. يا ريت اي حد خاطر لما يروح لخطيبته يا ريت ما ياكلش، يعني اعمل دايت، العب رياضه، كل قبل ما تنزل من بيتكم، خد اكل معاك وكل انت وهي وحدكم. لكن فكره انك خاطب ابو مازن السوري، لان متهيألي الفتره الاخيره انا اكتشفت ان في ناس كتير بتخطب وتفك بتخطب وتفك بتخطب وتفك، فتقريبا مش هقول لك ده بسبب الاكل، بس ممكن واحد جعان يفكر كده يخطب شهرين يقضيهم اكل وشرب وخروج وبعد كده طب سلام انت. فتخيل ان ده هيبقى مشروع ناجح وتوفير جدا. اما انت بقى يا بنت الحلال، فلو خطيبك اثم وكلح فاحسن لك تسيبيه دلوقتي، لانه اكيد هيجوعك لما تتجوزه، ده لو اتجوزته اصلا.